السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصدقائي الكرام، أهلا وسهلا بكم. في هذه الحلقة غنحاول معكم نقربكم على المقال اللي كان تكتب في موقع أشكين طبعا، والتأثيرات السلبية اللي حاول ما يمكن تشويش على انتصارات المنتخب المغربي، وهذه الفرحة والسعادة اللي خلاها في نفوس المغاربة قاطبة، وفي نفوس العرب جميعا، وفي الأمة الإسلامية وكذلك إفريقيا وفي العالم كله. يعني كل الأحرار في العالم أنهم سعدوا لهذا التتويج الجميل والمرتبة الرائعة للمنتخب المغربي. طبعا اللي كانت التسويق لها جميل جدا، بحيث انها عرف بالمغرب جغرافيا وحتى الدول البعيده، لان رئيس بوليفيا كان هضر في كلمه بانه الشعب البوليفي لا يعرف المغرب، ولكن بواسطه كره القدم فهو كيتعرف اليوم على الشعب المغربي وكيعرف الرياضيين ديال المنتخب الوطني. بفضل هذا المنتخب والانجازات ديال الركراكي والجامعه الى غير ذلك، انهم حققوا انتصارات مهمه، انتصارات ليس على المستوى الرياضي ولكن انتصارات على مستوى الدبلوماسيه الناعمه، اللي ممكن دول كتخسر عليها الملايير باش تعرف البلدان ديالهم سياحيا والى غير ذلك، ولكن يعني صوره جميله من المنتخب المغربي انها تعفيك من هذه الملايير، بحيث ان المغرب اليوم ولا معروف للعالم. كل الدول تتحدث عن الانجاز المغربي، وهذه سابقه وحلم. كان هذا الحلم تحقق، لان كما قال الركراكي في بعض الحوارات ديالو بان الحلم اننا علاش ما ننافسوش على كاس العالم، وبالتالي هذا الحلم كاد ان يصبح واقعا لولا ان الفيفا نفسها مازال ما مستعدش انها تقبل بفريق افريقي مسلم انه ياخذ كاس العالم. على كل وضعنا الخطوه الاولى، ولكن المستقبل للعرب وللمسلمين وللافارقه، وبالتالي هذا الحلم هذا يجب ان يتحقق في المستقبل، ماشي بالضروره يكون من المنتخب المغربي. المهم ان يكون من المنتخبات العربيه المسلمه انها حتى يطمح انها تكون تحط نفسها في هذا السياق ديال التحدي للوصول الى كاس العالم. طبعا هذا الانجاز كان مهما وفرح المغاربه وفرح المسلمين، بل يمكن ان اجزم بان ما حققه المنتخب المغربي لن تقدر عليه اي قمه عربيه. فهذا الاجماع العربي اللي حقق المنتخب المغربي طبعا، وهذا الوحده الاسلاميه والتجميع الافريقي الى غير ذلك، هذه الاتحادات الكبرى ما قدرتش حتى قمه عربيه انها تحققها. وبالتالي هنا الدور الخطير ديال الصوره وديال الانجاز الجميل ديال كره القدم. وبالتالي بدينا كنعرفوا بان كره القدم هي دبلوماسيه ناعمه من نوع اخر، ممكن تحقق لك بزاف ديال الحوايج. من هنا غادي نتناول المقال ديال اشكال اللي كان خارج السياق وخارج التاريخ وخارج الاخلاق وخارج القيم، وهو جزء لا يتجزا من منظومه العافنه ديال العلمانيين الفساده ديال اوروبا. فهذا المقال لو انه كتبته جريده فرنسيه والمانيه او بلجيكيه مقبول، على اعتبار انهم ناس ما كيحبوش العرب وكيحقدوا عليهم، كانت حمله شرسه قبل المونديال وعند المونديال، واللي الى اليوم الاتحاد الاوروبي واوروبا كلها لا زالت تتحدث عن المونديال وان كيفاش تعاقب الدول العربيه والاسلاميه، وكانها تعاقبنا على هذه الانتصارات وهذه الفرحه. فهي كانت خسرت الملايير من اجل تفكيك الاسره العربيه، من اجل انه يعني الضرب في القيم الدينيه وضرب الاسلام غير ذلك. لكن اليوم صوره جميله من المنتخب المغربي انها وحدت العرب ووحدت المسلمين، وبالتالي هنا جاتهم احساس بالهزيمه، احساس بالنقص، كيف ان هذا المجتمع ان مقابله كره القدم ان ممكن توحدهم، ومازالين عندهم نفس المشاعر الى غير ذلك، ومازالين ملتفين حول القضيه الفلسطينيه. وهذا ما زاد الطين بله طبعا عند الغرب حينما راوا صوره العلم الفلسطيني، باننا العرب مهما اختلفنا لكن نناصر القضيه الكبرى، وهذه القضايا المهمه تجسدت من خلال مباريات كره القدم. وبالتالي المغرب اليوم وصل لنهضه كرويه مهمه. كنتمنى صادقا ان تليها نهضه تنمويه، وهذه النهضة التنموية فيها ما هو صحي، ما هو قضائي، ما هو تعليمي إلى غير ذلك. فالمستحيل ليس مغربيا، وأنا أثق في المبدعين في الكفاءات في السياسيين النزهاء والأحرار أنهم يستفدوا من هذا الدرس ديال كرة القدم، ويكون عندنا حلم أننا نكون من الرواد على مستوى الاقتصاد، على مستوى ما هو اجتماعي الى غير ذلك. فهذه التحديات هي اللي خصنا نتناولوها في الجرائد ديالنا، في المواقع ديالنا الالكترونيه، ماشي انني نتناول مقال على لاعب من يعني احسن اللاعبين في كره القدم اللي هو زكريا بوخلال، هذا اللاعب المتدين والجميل اللي عطى درس للمغاربه في الاخلاق ديالو، في العطاء ديالو، بناء المساجد، اهداء ملاعب الى اللاعبين الى غير ذلك، في العرس ديالو اللي كان يعني متواضع جدا رغم ان عنده امكانيات انه يكري قاعه ويخسر الملايير الى غير ذلك، لكنه ارتبط بالدين ديالو. وهذا شيء جميل اننا نشوفوا المنتخب المغربي كيصلي كيسجد كيحمد الله الى غير ذلك، فهذا سلوك يشرف المسلمين. وهذا هو يعني لاول مره كنسمع انا خطبه الجمعه عن المونديال وعلى كره القدم. وبالتالي شوف يعني كيف كره القدم فين وصلت. في السابق كانوا بعض الائمه والفقهاء اللي كيحرموها على اعتبار انها نوع من اللهو واللعب ولا اللي كيبعدك عن الدين، لكن اليوم هي الجوهر الاساسي. عرفوا ودركوا بان هذه اللعبه خطيره، وبالتالي اهميتها في انها كتعرف بالاوطان،
ان هذه دبلوماسيه ناعمه، انها ممكن تصرف ملايير الدولارات على الاشهار على الدوله ديالك وعلى السياحه ديالك، لكن مقابل كره القدم ممكن انها تعفيك من هذه الملايير. قيمتها تسويقيه، ان العالم كله يعرف الان من هو المغرب من خلال هذا المنتخب، وبالتالي باش نجي ونفسد الفرحه بهذه الطريقه فلا يعقل وغير المسموح. بالتالي هذا الموقف خصو يعتذر للمغاربه قاطبه، وانه لا مكان له منذ اليوم بيننا اذا لم يعتذر. فقناه المانيه قدمت واحد الصوره سيئه على الاسلام، والنهار الاخر اعتذرت، قالت انا ما بغيتش نجرح مشاعر المسلمين غير ذلك. فما بالك بان موقع مغربي من هذا النوع انه يسيء للمغاربه ويسوء سمعه المغاربه ويسوء فماذا تركنا للغرب؟ لذلك خصنا ننتبهوا لهذه الامور، لان اذا كان مستوى الصحافه والاعلاميين بهذا الشكل فانتظر الكارثه. لان الاسفاف والضياع اللي عرفته بعض المواقع نتاع التفاهه ديالها معروفه طبعا، وفي كل العالم العربي مطلوب هذا النوع ديال النوع التافهين وناس اصحاب المحتوى السيء اللي كيقلبوا على اللبوس. لكن هنا مسألة عندنا التحدي، مسألة حلم، مسألة يعني الارتقاء بمجتمع، مسألة الثقافة، نرفعوا من الثقافة، الحفاظ على التراث، الحفاظ على أمجاد هذه الأمة. لأن اليوم المواطن العربي يريد أن يعرف من هو المغرب، خصنا نعرفوه من خلال ثقافتنا وتقاليدنا، وبأننا أمة قديمة ومملكة قديمة، خصنا نعرفوا هذا هو الدور الإعلام اليوم. وثانيا ديك الكارثه اللي وقعت في الكره المغربيه اللي كان ممكن النقل مرور المنتخب المغربي من مطار سلا الى القصر الملكي في الرباط، طبعا يعني شوهه، يعني لا يعقل ان استعدادات بهذا الشكل، كيف لا تلتقط مثلا كاميرات تكون على شكل دروم وتبين مدينه الرباط والجمال ديالها والروعه ديالها، فالتقطوا اشارات بسيطه جدا ومع ذلك اعجبوا بمدينه الرباط. فما بالك لو ان كان التصوير محترفا وكان قد الحدث اللي داروا المنتخب المغربي، كيف ستكون اليوم الحديث عن مدينه الرباط؟ فاليوم انا ما نتحدث على الجزائر ما تقوم بالجزائر، لان كاينين الاحرار في الجزائر، الجزائريين انا اللي كنسميه جزائري هو حر وساند المنتخب المغربي وفرح، خصوصا في مدينه وهران، تلمسان، غادي تكون مجموعه المناطق اللي خرجوا وعبروا على الفرح ديالهم، هادو الجزائريين. لكن الذباب الالكتروني التبوني طبعا هذوك اللقطاء ما عندهم علاقه بالجزائريين نهائيا، هذوك ناس كراغيلا وابناء فرنسا ما عندهم علاقه بالجزائر. وبالمناسبه هما اللي كينوضوا الفوضى في الملاعب، وهما الناس المشاغبين في الجزائر، وهما الذين يسيئون الادب، وهما الغير مثقفين، وهما الناس الجهله والاميين الى غير ذلك. اما الجزائريين الاحرار اللي كنعرفوهم اللي هم الاصدقاء ديالنا فحاشا انهم يكونوا في هذا المستوى، وراهو عبروا في مجموعه المحطات والمواقف على انهم يناصرون المغرب ويشجعون المغرب. شكرا على انتباهكم والى حلقه مقبله.